كابتن مصطفى يونس مع ابراهيم فايق قال تصريح خطير جدا وممكن يهيج عليه الجماهير كلها. قال لك ان جوزيه اكذوبه كبيره، فنكوش. مانويل جوزيه اللي محقق فوق ال 20 بطوله تقريبا مع الاهلي، برونزيه، اول برونزيه تقريبا في كاس العالم للانديه، قال لك اكذوبه كبيره. وازيدك من الشعر بيت، ما قالش كده بس، هو قال كمان ان محمد يوسف خد بطوله. اي حد خد بطوله ياخد بطوله مع الاهلي. اول حاجه انت قللت من قيمه كابتن محمد يوسف كمدرب، ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا هنا هو قصده على بطوله الكونفدراليه بتاعت سيو سبورت، بتاعت النهائي بتاع الجول بتاع متعب. تاني حاجه بقى وده الاهم، هو بيقول لك ان الاداره مستقره، اللعيبه فت. هتعوز ايه تاني عشان تكسب؟ هعوز خطه مثلا، هعوز تاكتكس مثلا، هعوز ان انا اظبط اوضه اللبس في التعامل مع اللعيبه بينها وبين بعضها، والتعامل بيني وبينهم. مفيش لعيب يتعالى على التاني، مفيش لعيب يحس انه نجم. مش كل دي عوامل المدرب اللي بيعملها برضو ما بتحتاجش المجلس اداره، يعني كل واحد نجم في حتته. وبعدين يا كابتن مصطفى، باريس سان جيرمان في يوم من الايام كان فيها ميسي ومبابي ونيمار، وبرضه ما عرفوش يحققوا بطوله او يكتسحوا. يعني راي غريب من قيمه زي حضرتك.